بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده 14/4 لحد 14/4/2024. هنشرح لكم حاجه سريعه كده في المانجا عشان الكل يخلي باله منها. الفتره دي اللي بيبقى فيها تزهير المانجا ايا كان نوع المانجا حساسه جدا لاصابه الانستراكنوز، لفحه التزهير، والبياض الدقيقي. البياض الدقيقي ده مرض فطري بيجي للمانجا، خلاص، واحيانا بتبقى الجرثومه الفطريه بايته عندك في الشجر من السنه اللي فاتت. الكل بيغلط ويروح يرش للبياض دي كبريت ميكروني. لا، انسى خالص الكبريت الميكروني. الكبريت الميكروني مش هيجيب معاك نتيجه في اصابه البياض دي. قبل التزهير ما يطلع، احنا بنقول دايما التزهير ده هو البيبي الصغير بتاع الايه؟ بتاع النبات، مش كده؟ الزهره دي هي بنت مين؟ بنت الشجره. طيب السيده الحامل اللي هتوضع جنين، اللي هتجيب جنين، بنطهر غرفه العمليات قبل ما الجنين يجي، ولا بنطهر غرفة العمليات وهي بتوضع الجنين؟ يعني هي بتجيب الجنين، ولا بنطهرها بعد ما تخرج من غرفة العمليات؟ هتقول لي لا، بنطهرها قبل ما تجيب المولود اللي هيقعد يزن بقى ويوجع دماغك، صح؟ جميل. الزهرة دي هي المولود. يبقى احنا المفروض قبل الشمراخ الزهري ده ما يطلع وهو محضر او هو ملسن، يعني والنبات لسه بيكون في المرحلة دي. هنوريكم طراحة اهو، خلاص، في المرحلة دي اهي اهو، في البدايه دي قبل الشمراخ الزهري ما يطلع لازم يكون رشيت ازوكسستروبين، ريبوكونازول، دوفاينوكونازول، سوفينات مصايد، وكل مره غير الماده الفعاله قبل الشمراخ ما يطلع اصلا، عشان يطلع على نظافه، عشان البيبي الصغير يطلع على ايه؟ على نظافه، ما يطلعش يتلوث. طيب انا طلع عندي الشمراخ الزهري بالطريقه دي وانا راشش بالفعل المواد السابقه وزي الفل، هل اتوقف عن الرش؟ لا، برضه ما اتوقفش عن الرش. بعد ما الشمراخ الزهري يطلع عندي كل 10 ايام ادي رشه سوفينات مصايل، بريبوكونازول، ازوكسستروبين. ده شيء اساسي، والا الشمراخ الزهري ده هيصاب عندي بمرضين الاثنين اخطر من بعض، لفحه الازهار والبياض الدقيقي، مدمر للمانجا يا جماعه. لازم نخلي بالنا من الجزئيه دي. طيب احنا هنتكلم سريعا برضو عن جزئيه التأليم. احنا بنقول المانجا بتتألم 3 مرات في السنه، مره في شهر 1 بنفتح قلب الشجره بنشيل الكعوب بنشيل النواشف، مره في شهر 5 واقصاها في شهر 6، ومره بعد جمع المحصول. هشرح لكم المره سريعا كده اللي بتتعمل في شهر 5. الشمراخ الزهري ده لو فرط عند اي حد منكم، خلاص، الشمراخ ده لو فرط يعني صفى اللي عليه كله وما اصبحش عليه تزهير ولا عقد ولا اي حاجه خالص، جميل، لاي سبب مرضي او اي سبب متعلق بالمناخ مثلا، بنعمل ايه؟ لو ده فرط خالص بنعمل ايه؟ بنيجي هنا اهو، ادي الشمراخ اهو، الشمراخ طالع، واخر الشمراخ من تحت، ادي بدايه الشمراخ اهي، اخر الشمراخ من تحت اهي في ايه؟ في عقده اهي اهي. امسك كده والصبح لو سمحت. ادي الشمراخ اهو، اخر الشمراخ من تحت في عقده اهي، خلاص. بين كل برج والتاني، ده اسمه طراح، بين كل برج والتاني في حاجه اسمها عقده، اللي هي دي اهي، هتلاقيها في المانجا اهي، خلاص. هنيجي في الشمراخ ده لو فرط عندي ما فيهوش عقد خالص وصفى كل اللي عليه، هاجي بعد الفرط ده كله، جميل، هاجي تحت اهو العقده اهي، تحت العقده بسنتي اهو، واروح ايه؟ قاصص ما بين ورقتين اهو. هتقصش؟ لا يا راجل، هنص ايه يا راجل؟ خلاص ما تقلقش. يبقى اهو الشمراخ اهو، او ادي العقده، هنروح نقص فين؟ بعديها على طول تحت اهو، تحت الايه؟ تحت العقده مباشره. دي عمليه التأليم اللي بتتم في شهر ايه؟ في شهر 5. هيطلع نموات جديده هنا، النموات دي هي اللي هتشيل معايا السنه اللي ايه؟ اللي جايه، وهكذا كل سنه. ده اللي بيسبب لك عمليه تبادل حمل. لو احنا ما عملناش العمليه دي هتلاقي المانجا تطرح عندك سنه وسنه، يعني تطرح سنه وتريح سنه. طيب نفس الموضوع ده بعد جمع المحصول، الشمراخ ده حصل عليه عقد، والعقد ثبت وبقت حبايه صغيره وكبرت وزي الفل وكلتها، برضو نفس القصه، هاجي تحت الايه؟ او لو انا طراح كبير عندي، اسيب برجين، يعني من بدايه الطراح اهو، ادي بدايه الطراح باتصاله مع الشجره الام اهو، هسيب برج، خلاص، والتاني واقص في الايه؟ في البرج الثالث تحت العقده، تحت الايه؟ طيب انا ما عنديش الكافي في الابراج، يبقى هقص تحت الشمراخ او تحت الحبايه اللي طلعت عندي مباشره بسنتي واقص.